بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. عزيزي المشاهد، احنا عمال تقاوي بالقاس، اشتغلنا من العمر اللي 30 واللي 35، قضينا عمرنا كله في التقاوي من غير فايدة. اللي بتحال مننا على المعاش او بتموت وتروح تقابل وجه كريم كأنها لا اشتغلت ولا اي حاجة. طب ده ينفع ربنا؟ معانا مواطنة هتعرفنا بنفسها. اسمك ايه؟ أم كلثوم محمود إبراهيم. كنت بتشتغلي في التقاوي من امتى يا ام كلثوم؟ من 15/4/95. طبعا انت بتتقاضي اجر، كنت تقاضي اجر كل شهر. كان المفروض عبارة عن 60 ايه؟ جنيه في وتنته الأول، في الأساس خالص كانوا 60 جنيه. وتنته ماما وصل. لما زادوا بقوا 110. بعد كده احنا عرفنا ان في ماجدة وبنات كتير وشباب كتير كان كل همهم ان هم بيشتغلوا باليومية الصبح، يطلعوا باليومية بعد ما يطلعوا من الشغل على اساس يصرفوا على بيتهم ويتجوزوا ويعيشوا حياة كريمة. صح. احنا لقينا اللي بيخرج مننا بيخرج ولا كأنه ايه دخل. زي ما بيدخل زي ما بيطلع. طب ليه انتوا قاعدين تقولوا، الحكومة قاعدة تقول الحد الأدنى والحد الأقصى، والوقت الواحد 5000 و2000 و3 ما بيكفوهوش. احنا يا العمال، انت متجوزة يا ام كلثوم؟ لا لسه. احنا اللي ضاعت عمرها في الوظيفة مثلا، لا جوازة ولا استفيدت ولا عملت، ما هو ده السبب. أكتر من 30 سنة زي ما دخلنا هنطلع من غير أي فايدة. من غير اي فايده ولا ناخد معاش. ضحكوا علينا مره في التامينات والمعاشات من سنتين وقالوا ده انتوا بنعمل لكم طلع لا في معاش ولا غير معاش. اما الحكومه الجميله قاعده بتعلي الاجور، ناس بتقبض 30 و60 وناس بتقبض صفر. طب اللي اشتغلوا دول مش اكيد يا حكومه يا جميله لها معاش؟ ولا هو بيطلع يا مولاي كما خلقتني لا معاش ولا فايده؟ يا ام كلثوم، انت طبعا اديتي شغلك كله في العمل. كنا بنروح نقبض، نقف بالطابور عشان نقبض 60 جنيه، وبعد الوقت عملوا لنا فيزا صحيح ووحدوها تبع بنك مصر، وبيجي لنا الشهر ساعة ما بنعرف كلنا بنتعلم وبنروح نقبض. تقولي ايه وانت اصلا يعني شهر 2 3 هتتحال على المعاش؟ انا فعلا اتحلت على المعاش من 11 من 10 من 11 والمعاش هيتقطع. طب افرضي ان انت مواطنه، يعني انا اتحلت على المعاش من 11/11/24. يعني انت كده لا لك علاقه زي ما طلعت بدون اي فايده. بس الاول كان في فايده، حتى ال 100 جنيه كنت بتيجي تقضيها مصلحه. انما الوقت وساعات كانت بتيجي 85، ساعات كانت بتيجي 95، يعني برضه يعني بيخصموا منها اليوم اللي انت بتتاخري فيه، او بيبقى في اجازه رسميه او حاجه. يعني احنا عمال مسمينا بعد ما كنا خواطريين وبيعينوا جزء مننا تعين المؤهلات، هم على المؤهلات المتوسطه ووقفوا حالها. قلنا اوكي ماشي، يمكن ربنا يرزقهم. زي عمال الزراعه في الغطاء، وقلبونا من عمال هتشتغل العماله يوميه. بعد ما اشتغلنا العماله اليوميه ورضينا وقلنا 100 جنيه، وكان عقد، كنا داخلين بعقد، اتلغى العقد، فسخوا العقد معاه. وبيجوا في شهر 6 كل سنه يجددوا العقد او يلغوا العقد. طب ليه لما الناس كلها لها حق في المواطنه والعيشه ولها حق في حياه كريمه، احنا لا عيشه ولا مواطنه ولا حياه كريمه، امال نعمل ايه؟ احنا معانا ماجدة عطايا، ماتت وهي قاعده في الشغل، سندت كده قامت راحت قابلت وجه كريم، جينا نبص لقيناهم قطعوا حتى الشهر اللي هي كانت شغاله فيه. المفروض كان شهرها يمشي، اتقطع الشهر. لا قبضت الابيض ولا قبضت اسود. طب ليه يبقى في ناس في السماء وناس في الارض، وناس تاخد وناس ما تاخدش، وبنطلع نشتكي ونقول الحد الادنى والحد الاقصى؟ امال احنا ايه لما احنا لا بنتحاسب مع على السلم، لا دول شافوهم ولا دول ضحكوا عليهم، احنا على السلم لا قبضنا ولا صرفنا؟ طب ليه يا حكومه ما بترعوش الناس العماله المؤقته اللي في وزاره الزراعه اللي قضوا عمرهم كله فيه؟ ان كان يبقى لهم عقد اول هام، يتعمل لهم عقد شامل، وبعدين مرتبهم يزيد، وبعدين يثبتوا زي اسوة بزملائهم.
أنا عن الإرشاد. نفسي لسه لي سنتين وهاتحال على المعاش، وتقريبا ماليش دخل غير الدخل ده. يعني كان المفروض في إدارة التقاوي ديت أسوة بزملائهم في الإرشاد اللي اتعمل لهم عقد شامل ومرتبهم زاد وتثبتهم. الإرشاد الإرشاد اتثبتوا. لا، الإرشاد ده طلعوا خلاص، ما بيتهيألي ما ثبتوش، اللي ثبتوا الميكنة. الإرشاد اللي كان فيهم سلوى الجنايني الله يرحمها الإرشاد اللي هو كان عند الإرشاد المدير بتاعهم. فعلا كنا زمايلنا وبيقعدوا معانا وهم فجأة جالهم تثبيت ودخلوا والمرتب بتاعهم زاد وبعدين اتثبتوا قبضوا الحد الأدنى. احنا بقى الحمد لله يا حكومة يا جميل، لا حد أدنى ولا حد أقصى، ونتحال على معاش ولا عقد ولا أي حاجة. حتى ما بنموت ملناش فعلا أي ذكر. العمالة المؤقتة دي وقفت حال ناس كتير. مش كان في واحد مسؤول في الوزارة، في وزارة الزراعة، بيقول لك العمالة المؤقتة دي دخلوا من الباب الخلفي الوزارة. يعني ايه باب خلفي أصلا؟ يعني بيقول لك ما لهمش أي صفر، إزاي؟ أمال شغاليننا ليه؟ المفروض إحنا يبقى لنا يعني عقد شامل ومرتبنا يزيد ونثبت أسوة بزملائنا. احنا من إدارة بالقاس طالعين وبنتكلم لأن بالقاس فعلا فاض بينا الإدارة المركزية للتقاوي، فاض بينا والكيل فاض إن احنا نبقى لا على السلم ولا تحت السلم ولا اللي رقصوا عليه